لو جربت تعملي القرص الفلاحي بالطريقة دي مش هتبطلي تعمليها تاني. سهلة وسريعة وهتظبط معاكي من اول مرة، وبمكونات اقتصادية وموجودة في كل بيت. وهقولك ازاي تحفظيها وتقعد معاكي اطول وقت ممكن. ما تنسوش اللايك الجميل لزيكم وكومنتاتكم الحلوة، وتشتركوا في القناة لو اول مرة تشوفوني، وما تنسوش تقولولي بتتابعوني من اي بلد. في بولة وهحط معلقتين سكر ومعلقة كبيرة خميرة او كيس خميرة، وعليها كوباية مية دافية، اهم حاجة تكون دافية عشان الخميرة بتاعتي تشتغل. هقلبهم واغطيهم لحد ما الخميرة بتاعتي تخمر، وهتشوفوها ان هي عملت بابل كده او قبت شوية. هتبقى كده الخميرة تمام معايا. انا عملت الحركة دي عشان اتأكد ان الخميرة سليمة، وبتخلي العجينة تخمر معايا بسرعة عشان كمان احنا في الشتاء. تمام كده. معايا بقى كيلو دقيق. انتوا هنا ممكن تضاعفوا الكميه براحتكم، انا هقول لكم مقدار كيلو. حطيت معلقتين سمسم ومعلقه كبيره بيكنج باودر وربع معلقه ملح. انتوا ممكن تحطوا ينسون لو انتوا حابين الطعم بتاعه. تمام كده. هقلب المواد الجافه مع بعضها، ومعايا كوبايه زيت وكوبايه سمنه. المادة الدهنية انت ممكن تعمليها خليط اللي انت عايزاه، يعني ممكن تحطي كوباية ونص سمنة ونص كوباية زيت، او كوباية ونص زيت ونص كوباية سمنة، او تخلطيهم مع بعض. يعني المهم ان هو المجمل كوبايتين في العجان او على ايديكوا، ربنا يحسن ما بين ايديكوا يا رب. هبس العجين بتاعي، وزي ما انتوا شايفين ما شاء الله الخميرة بتاعتي خمرت، هحطها زي ما انتوا شايفين. يعني ايه هبس العجين؟ يعني هخلي الدقيق بتاعي متغلف بالمادة الدهنية كويس قوي زي ما انتوا شايفين كده بالظبط. هعجن العجين بتاعي زي ما انتوا شايفين، زي ما قلت لكم على ايديكم او في العجان. ومعايا ميه دافيه. تمام. هبدا ازود الميه حبه بحبه لحد ما هتشوفوا العجينه معايا طريه ولينه، وبصوا عامله زي اللبان وزي الاستك بالظبط زي ما انتوا شايفين كده بالظبط. الميه على حسب مقدار الدقيق بتاعك، يعني انا ممكن ياخد معايا كوبايتين او كوبايتين ونص، انتوا ممكن ياخد معاكي اكتر او ازيد. زي ما انتوا شايفين ما شاء الله العجينه خطيره لينه جدا وريحتها خطيره جدا. كانت الريحه بقى عايزه اقول لكم في الشتاء اللي احنا فيه ده عايز المعجنات والحاجات الدافيه، ونشغل الفرن كده ونقعد جنبه ونتدفى. هعمل كور كده زي ما انتوا شايفين. لو انتوا عايزينها مقاسها صغير، يعني اللي انا بعملها دي مقاسها صغير، كانت تقريبا 30-35. عايزين تكبروها تخلوها 40-45 تقريبا جرام، يعني فاهميني الناس بقى اللي هي بتشتغل بالجرام وعايزه تدقق قوي. بس لو انتوا بتعملوها بالبركه سيبوها، سموا الله كده، وان شاء الله ربنا يحسن ما بين ايديكم. بدات اعمل الكور بتاعتي كده وافرد بقى على طول. ممكن تفردوا على ايديكم او في الصينيه، يعني انا هوريكم كذا فرده كده، واللي طبعا اللي يريح ايديكم واللي انتم متعودين عليه اشتغلوا بيه. ربنا يوسع عليكم ويديكم الصحه والعافيه، وتعملوا كل حاجه حلوه لاولادكم. وعايزاكم تجربوا وترجعوا تقولوا لي في الكومنتات، ولو ليكوا طريقه، عشان هي ليها كذا طريقه طبعا، وفي طريقه تانية بتتعجن باللبن وفي بالرايب، فقولوا لي انتوا طريقتكم ايه. دي طريقه اقتصاديه وسهله وبسيطه. كل ان شاء الله مكوناتها عندنا في البيت، بشوية دقيق وشوية مية وخميرة، ومش مكونات كتير. ممكن تستغنوا عن السمسم لو انتوا حابين. زي ما قلت لكم ممكن تزودوا ينسون او شمر كمان لو انتوا حابين. فالمنكهات دي ترجع لكم، ممكن تسيبوها سادة خالص مفيش اي مشاكل، هتبقى جميلة جنب شاي ولبن او شوية شاي تحفة جدا. زي ما قلت لكم احنا في الشتاء دي بنبقى عايزة الحاجات المعجنات تدفينا بقى. بعد ما اخلص كل الصواني بتاعتي هسيبها تخمر كمان لحد ما يتضاعف حجمها، واكون مشغله الفرن بتاعي على اعلى درجه حراره 200 او 220. زي ما انتوا شايفين هي ما شاء الله بتنتفخ وبتضاعف حجمها، ما بتقعدش كتير. انتوا ممكن تشغلوا الشوايه لو انتوا حابين، بس انا ما شغلتش الشوايه، سبتها تتحمر من تحت وفوق. زي ما انتوا شايفين خطيره، اللون بتاعها الذهبي الجولد اللي احنا كلنا بنحبه. عايزه اقول لكم ان الريحه كانت قلب البيت ما شاء الله. زي ما انتوا شايفين الكميه معايا طرية خطيرة جميلة جدا. اللي بالسمسم ديت انا حطيت لها عجوة، انتوا ممكن ما تحطوش عجوة، ممكن تحطوا لها كمان ملبن لو انتوا حابين. عايزين تسيبوها سادة زي ما انتوا عايزين، وربنا يحسن ما بين ايديكم. وبألف هنا على ليه نصيب ياكل منها. هستنى رأيكم وجربوا وترجعوا تقولوا لي في الكومنتات.
ولو انتوا عاملين كمية انتوا ممكن تحطوها في علب او في اكياس وتحطوها في الفريزر وتطلعوا منها ساعة الاكل تسخنوها بقى في الفرن او الميكروويف اللي يريحكم، وبألف هنا عليكم جنب كوباية شاي او كوباية قهوة. هستنى رأيكم في فيديو النهاردة، ويا رب يكون الفيديو عجبكم، واشوفكم في فيديو جديد. مع السلامة.